رئيسي واجواءه تبعث على النفس الاطمئنان والراحه، وننصح كل حديثي المتزوجين استغلال هذه الظروف والبقاء لشهر العسل في مدينه الرياض في ربوع الثمامه وزويليات. لا تروحون لشرق اسيا، لا تروحون لاوروبا، ترى الجو عندهم حار وكتمه وغبار وسموم، ودرجه الحراره عندهم فوق ال70. فوق ال70 درجات الحراره في المملكه. الرياض 50 درجة مئوية، المنامة 60 درجة مئوية، ابو ظبي 55 درجة مئوية. ايش فيك يا استاذ؟ ايش فيك؟ انا حفظتك درجة الحرارة بالارقام اللي قلتها هذه. ما اقدر اقول غير كذا. يا سلام على الضمير، يا سلام على الضمير الناعم. يلا مع السلامة، اشوفك على خير ان شاء الله. من اللي جابك انت؟ ايش فيك يا حسن؟ ايش فيك انت كمان؟ طيروني وانا طيرني بعد. يلا اعزائي المشاهدين، نشرت درجات الحرارة في الرياض 20 تحت الصفر، في تنوم الثلوج والغيوم ما شاء الله منورة، في النماص درجة الحرارة 5 تحت ياهو يا بس الديكورات، واكيد الحقيقة يعني زي الفل ان شاء الله. حر الجو يا بنتي يا مانجا. كان انا قاعدين في فرن اقول يا بنت ايه ابوك اتاخر ليه؟ هيجي دلوقتي. اوكي النهارده صح نار حر في جتتي، مش عارف اعمل حاجه يا حسنين. اقعد يا ولد اقعد. وانا ماشي جنبك عمال اقول انت السوب الهوا اللي جاي ده، اتريك انت اللي مولع الدنيا جدك ده ومولع الدنيا، وقاعدين ما وراكمش حاجه. حر نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هتقول لك نعمل ايه؟ ما تعملي شاي ولا حاجه يا وليه. ماليش نفس وانا كمان حراني. انت حرانه؟ ايوه روحي ولعي في نفسك. عمي خلاص يا دزمه بتعمل ايه؟ بعمل ايه يا عمي؟ مشغل المروحه اثنين ريشه. يا بوي. ايوه حر يا بوي. خلاص روح استحموا وامشوا، يلا روحوا. طيب يا بوي انا هروح الترعه استحمى. روحي يلا خلي الناس تنبسط. روح. بقول لك ايه؟ في ايه؟ بقول لك ايه؟ اوعي تقلعي الجلابيه وانت بتستحمي لحسن جسمك يتبل. لا تخس. بقول لك ايه انت؟ ايوه اقلعي وخدي راحتك. لا مش هقلع، ما تختيش يا اخويا ولا ايه؟ انا هروح احلب الجاموسه عن اذنك يابا. روحي احلبي روحي كدك البلا يكش الجاموسه تاكلك. عيب يا ولد. حاضر يا عم. يا بنتك عيب والله يا عمي، والله كنت اغسلها واخلص منها. اقول لك ايه يا عمي؟ يا ساتر شويه يا عمي، ولا بقول لك ايه يا عمي ببعد هناك شوي. انت جايب واحده طويله واحده قصيره من البنات ليه؟ نار ابعد يا دزمه. بشغل لك المروحه يا عمي. الحقيقه يا عمي اليوم الحر قوي خالص قوي. خابر يا ولد، خابر ان الجو مولع نار، خابر، وانا مش هسكت واصل وهتحدد عن الموضوع ده في المجلس. معلوم يا عمي راجل، انا عارفك يا عمي. عارفين يا ولاد الجو حر ليه؟ بيقولوا لك في خرم كبير قوي في السماء اسمه خرم المأذون. واه خرم المأذون؟ يا ريت يا عم تخليه يكتب كتابي على بنتك فراوله. هيحصل يا ولد. ايه اللي هيحصل يا عمي يا جاهل؟ انا سمعت في الاذاعه